في سؤال جاي لي على الصفحة بيقول لي كيف أعتني بأسناني إذا كنت أرتدي تقويم؟ بالنسبة للمرضى اللي عاملين تقويم أسنان، الطبيعي لو أنت بتغسل سنانك مرتين في اليوم من غير التقويم، أنت بعد تركيب التقويم لازم تغسل 6 7 مرات في اليوم، 6 7 مرات بدون مبالغة فعلا. ليه؟ لأن الفصوص الموجودة بتاعت التقويم بتجمع أكل أسرع، والأسلاك الموجودة بتخلي الأكل يتحشر ما بينها جامد جدا، فممكن يخش الأكل بين السنان فأنت ما تعرفش توصل له أو أنت تهمله، فتلاقي الموضوع قلب معاك تسوسات فترة علاج التقويم. والتقويم بياخد وقت كتير، في رينج سنه، ممكن اقل ممكن اكتر على حسب صعوبه الحاله. فتبقى انت تيجي تعالج حاجه تخرج مشكله تانية، يعني تيجي مثلا تعالج تقويم فجاه تلاقي ناس سنك كلها سوست، دخلت عصب، التهبت. فلازم تستخدم غسيل سنان باستمرار، لازم فرشه ومعجون بعد كل اكل، دي رقم واحد. رقم اتنين، في فرش مختصه للتقويم بيسموها الانتر دنتال براش، او فرشه صغيره موجوده في الصيدليات بتخش بين الاسنان وبين الفصوص، تقدر تنظف بيها الاكل المحشور بعد كل وجبه. الحاجه الثالثه، لازم تستخدم غسول الفم باستمرار عشان تقدر تنظف اي التهابات في اللثه موجوده. الحاجه الرابعه، انت كده كده بتزور دكتور التقويم كل شهر مره، فلازم يبص على الاسنان ولازم تتشيك اب مع الدكتور الطبيعي بتاع الاسنان، عشان لو في حاجه ظهرت من التسوس لازم تعمل تنظيف جير باستمرار. فكل الحاجات دي مهمه جدا. الحاجه الاخيره، لازم تلتزم بتعليمات دكتور التقويم جدا، يعني الفصوص تحافظ عليها، بلاش تاكل حاجات قويه، حاجات ناشفه، الشيبسي، المكسرات، الجزر، الحاجات القويه دي بلاش تاكل اللبان والحاجات دي، الحاجات دي بتوقع الفصوص فبتاثر من عمر التقويم بعد كده، فلازم تلتزم بيها. فبالنسبه للناس اللي مركبه تقويم، النظافه ثم النظافه ثم النظافه، واي شكوى لازم تروح للدكتور تتشيك اب على طول.